من غير لا دقيق ولا عجن ولا خميرة هنعمل احلى فطيرة طاسة ممكن تجربوها. طعمها خطير يا جماعة، كأنكم بتاكلوا بالظبط فطير شرقي. ممكن تعملوها بس في 10 دقايق. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. في طاسة على نار هادية هنضيف شوية من الزيت وعليهم السجق. طبعا هنقلب السجق كويس، واول ما يبتدي ياخد تشويحة بسيطة ممكن نضيف عليه ربع كوباية مية عشان يكون مستوي كويس جدا. بصوا هيوصل معاكم في الاخر بالشكل ده. ضفت عليه الخضار، طماطم فلفل بصل متقطعين مكعبات صغيرة، وبعد كده قلبتهم مع بعض لحد ما الخضار دبل. الفطيرة هتكون طبقتين من الجلاش، ما بين طبقة وطبقة هدهنها بالزبدة. هنا انا دهنت اول طبقة بالزبدة وحطيت عليها الطبقة التانية، دهنت الطبقة التانية برضو بالزبدة. في النص حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا وعليهم السجق اللي احنا عملناه، وهنضيف كمان طبقة تانية من الجبنة الموتزاريلا. هبدأ بقى ان انا اقفل الفطيرة بتاعتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا هنا تنيت الناحيتين بتوع الجلاش على الحشوة اللي انا عملتها، بعد كده الناحية التانية برضو الاطراف قفلتها كده زي ما انتم شايفين. برضو الفطيرة التانية عملتها بنفس الطريقة بالظبط. وفي طاسة حطيت عليها معلقة كبيرة من الزبدة، حطيت فيها الفطيرة وسبتها على نار هادية وفضلت اضغط عليها كده من وقت للتاني بس لحد ما تاخد معاكم لون ذهبي بالشكل ده. هقلبها الناحية التانية وبس كده احنا جهزنا اسرع فطيرة. متهيألي مش هتاخد معاكم اي وقت ومفيش اسهل من كده، وكمان القرمشة بتاعتها خطيرة. بصوا حلاوتها وجمالها من جوه، هتعجبكم قوي، حلوة فوق ما تتخيلوا. وكمان طريقة الفطيرة دي ممكن تحشوها كمان حلو، ممكن تحشوها بالحشوات اللي انتوا عايزينها، كأنكم فعلا بالظبط بتاكلوا فطير شرقي من بره، وكمان في اسرع وفي اسهل ما يمكن. ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.